ما ينفعش تكون عايش بتبدأ في حاجة وتنهيها وتبدأ وتنهي وحاسس إن العمر عمال يعدّي وأنت مش عارف تمسك حاجة، لأ، امسك حاجة. اللي يحرّكنا المسؤولية مش الشغف. تحمّل مسؤولية نَفْسك وقراراتك اللي بتاخدها. دي تاني مرّة أصوّر فيها الفيديو وبجد خلاص يعني مش هاصوّر تاني بعد كده الفيديو ده مش هاكرّره تاني، مش هاكرّر تسجيله هينزل زي ما هو. تمام، وكنتش عملت قهوة فقُمت عملت قهوة عشان كده إيه، أصحصح لكم وأفوّق لكم. بس في الأول قولوا لي عاملين إيه، الأخبار؟ أنا عارفة إن الوضع مش أحسن حاجة دلوقتي، الدنيا مش مستقرة ومش عارفين بكرة هيحصل في إيه، وبجد الدنيا بايظة خالص. بس دايمًا في الأوقات زي كده نفتكر إن رب الخير لا يأتي إلا بالخير. موضوعنا النهارده في غاية الأهمية، عايزين نركّز كده مع بعض. وأنا بُصّوا قعدت كده كتبت في ورقة وقلم الأفكار اللي أنا عايزة أناقشها معاكم عشان ما نتوهش ونتشتت أكتر من التشتت اللي عندنا. طيب، من غير كلام كتير كده، كلام اتقال واتعاد واتزاد في موضوع تعدد الشغف وناس كتير اتكلمت فيه. صح، صح. إيه الحل بقى؟ عن تجربة من إنسانة بجد باحب أعمل حاجات كتيرة جدًا، وباعرف أعمل حاجات كتير، وعملت حاجات كتير، وشغالة في حاجات كتير، وماسكة كذا حاجة، والدنيا معايا ماشية، بس الحمد لله أحسن بكتير جدًا مثلًا إيه من سنة دلوقتي تقولوا. ليه؟ لإن قعدت كده مع نفسي القعدة اللي هاقعدها معاكم النهارده، وعملت نفس الكلام اللي أنا هاقوله معاكم النهارده. فورقة قلم كده حبايب قلبي، وعشان نركّز سوا وتكتبوا الكلام اللي أنا هاقوله لكم في الفيديو. طيب التشتت اللي إحنا فيه ده من إيه؟ التشتت ده بيكون نتيجة إيه؟ عقل شغوف. عقل شغوف يعني محتاج إدارة مش قمع، مش محتاج إن إحنا نقمع نفسنا ونجبر نفسنا إن إحنا ما نفكّرش. محتاج إزاي ندير الأفكار اللي بتيجي في دماغنا دي، فنقلل التشتت، فنعرف نركّز ونشتغل. تمام؟ طيب الموضوع ليه بيضايقنا بيشغل مساحة كبيرة جدًا من تفكيرنا ويوتّرنا وبيضعفنا ومشاكله لا تنتهي. لإن إحنا عارفين نعمل حاجات كتير، بنعرف نعمل حاجات كتير وبنحب نعمل حاجات كتير، بس الحاجات دي كلّها أكبر من احتمالية طاقتنا ليها كلها مع بعضها، فعقلنا مفتوح على احتمالات كتير أكبر من طاقتنا الحالية. ده بيكون بسبب إنسان فضولي عنده شغف لحاجات كتير وبيحب يجرب ويتعلم ويفهم ويجرب بنفسه الحاجة دي. قاعدين بس نقف كده ونحمد ربنا إن دي نعمة، لأن فكرة إن احنا نجرب وبنحب، فكرة بقى إن احنا نحب يبقى أصلا عندنا شغف للتجربة وللشغل وإن احنا نجرب كذا وكذا وكذا، وعندنا الطاقة القوية ديت، نعمة كبيرة جدا من عند ربنا إن أنت يكون إنسان عنده الطاقة يتعلم ويجرب وحابب يتعلم ويجرب ويفرك كده لحد ما إيه، يحب يعمل حاجات كتير. ديّة في حد ذاتها نعمة من عند ربنا. طيب المشكلة دلوقتي فين؟ المشكلة مش في التشتُّت اللي أنت فيه، ولا إن أنت إنسان متعدد الشغف. المشكلة إن أنت عايز تنجح في ده كُلّه في نفس الوقت، وده يعني لا مؤاخذة غباء. sorry، يعني أنا باقول لنفسي كده زمان، باقول لنفسي غبية، ما ينفعش، مش هنعرف. مش غباء مننا، غباء إن إحنا عايزين نعمل كده في نفس الوقت، يعني ده كله ننجح، ننجح ونحقق ونشتغل ونبقى ناجحين في ده وده 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 كله في نفس الوقت. ما كانش حد غلب، يعني قولوا نفسها كده، ما كانش حد غالب إن هو يقدر يعمل الحاجات دي كلها في نفس الوقت وينجح فيها ويكون ناجح فيها، لأ. إحنا نقدر نقسّم نفسنا. فترة من حياتي أنا هاكون شغال فيها على دي، فترة من حياتي هاكون شغال فيها فترة أوصل في الحاجة دي لحاجة. تمام؟ فإحنا مهمتنا هنا إن إحنا ندير عقلنا، ندير الحاجات اللي إحنا عايزين نعملها، نهدّي عقلنا. فالحل هنا مش في إن أنت بقى تقعد تقمع نفسك وإن أنت لأ، تقول لنفسك أنا أصلًا مش هاعرف أعمل ده كله في نفس الوقت. جلد الذات ده ننساه، يعني إحنا بنفضل في loop كده، حماس، بعد كده نحس ضغط المعرفة ديّة اللي إحنا عرفناها، ضغط الحاجة اللي اتعلمناها، نحس بضغطها، فنجلد ذاتنا وبعد كده نوقّف الحاجة دي ما نعملهاش، فنرجع تاني، ييجي حماس لحاجة وبعد كده ما أكمّلش، وبعد كده أحس بضغط المعرفة فيها وإن أنا مش عايزة أكمّلها، فييجي لي حماس تاني لحاجة تانية، وأفضل بقى إيه، أبدأ وأنهي، أبدأ وأنهي، أبدأ وأنهي، أبدأ وأنهي، وأبدأ وأجرّب وأبدأ وأجرّب من غير ما أوصل لحاجة. والوحش بقى إن إحنا في الآخر ممكن نوصل لنفسنا إن إحنا يبقى عندنا قِلّة ثقة في نفسنا وفي الحاجة اللي إحنا قادرين نعملها. كل شوية أقول لنفسي ما أنتِ بتبدئي في كذا حاجة وما بتكمّليهاش،
فأقف بقى ما افضلش احاول. وديت يعني مرحلة وحشة جدا. اتمنى محدش، او لو انت حد وصل ليها، لا، قوم وارجع تاني واعملوا نفس الكلام اللي انا هقوله لكم في الفيديو. الحل هنا في حاجه اسمها التركيز المحلي. ايه هو التركيز المحلي ده؟ يعني بمعناه ان انا كده بعمل جلسه تفاوض مع نفسي، تمام، وانقل مهمات. اخد انا مهمه، ونفسي المستقبليه تاخد مهمه. المهمه اللي اخدها دي هعمل فيها تركيز في الوقت الحالي اللي انا فيه. فالحل مش ان انت تختار شغف واحد الابد وتجبر نفسك ان انت تبقى نسخة واحدة، انا لازم اختار حاجة واحدة وافضل ماشية الابد. حتى اصلا عصرنا دلوقتي ما يحبش حاجة زي كده، يحب ان انت تكون بتعرف تعمل كذا حاجة، بس في حاجة قوي انت شاطر فيها وممتاز فيها، بس تعرف جنبها لو انطلب منك تعمل كذا او اضطريت في وقت من الاوقات تلجأ مثلا لمهارة عندك، تلاقيها عندك على طول. ودي حاجة انا بحبها جدا وبرجحها جدا، ان يبقى عندك مهارات كتير، تقدر في اي وقت تستخدم اي مهارة فيها، ما تكونش محتاج لحد، او مش محتاج لحد، ما تكونش مضطر مثلا تقعد تعطل نفسك عليها، تعرف تعملها على طول من نفسك، او تعرف على طول تتعلمها فتروح تعملها، وهكذا. فتكون انسان كده ايه، متعدد الشغف مش شغف بقى، متعدد المهارات، عندك مهارات كتير. وخلينا فاهمين حاجة هنا بقى مهمة جدا، ان هتيجي عليك فترة زي الفترة اللي انا حاليا انا فيها ديت، اللي هيكون بيحركك مش الشغف، وبالنسبة لك الشغف ده هيكون ولا اي حاجة يعني، مش هو اللي بيحركك. هيجي بعدين عليك فترة هتلاقي نفسك المسؤولية هي اللي بتحركك. عندك مسؤولية لازم تكمل وتشتغل وتقوم، تقوم تسجل، تقوم تعمل الشغلانة اللي وراك، تقوم تخلص. مش قادر انت اصلا مش قادر تقوم وطلع عينك وبص يعني خلاص، بس عندك مسؤولية انك هتقوم وتعمل، فاللي هيحركك هنا هي المسؤولية. فاحنا بقى هندور دلوقتي مع بعض على المسؤولية بتاعتنا ديت. فعايزين ننتقل من اللي يكون بيحركنا هو الشغف، للي يكون بيحركنا هو المسؤولية. كذا قلت قبل كده ان الشغف ده هو مجرد البداية، الزقة اللي بتزقنا عشان نجرب حاجة معينة، انما ايه اللي خلينا نكمل؟ هي المسؤولية. فكر في اي حاجة انت بدأت وما كملتش فيها، هتلاقي انت بالنسبة لك ما عندكش الدافع القوي ان انت تكمل فيها، ولا المسؤولية اللي انت اخدتها عليها ما تحملتش مسؤوليتها، فسبتها اول ما اتضغطت فيها، او اول ما لقيت حاجة تانية راحت شداك كده. تمام. فاحنا عايزين نفهم حاجة، ان احنا مش عايزين نكون نسخة واحدة طول حياتنا، ولا ان احنا نجبر نفسنا نشتغل في حاجة واحدة طول حياتنا. لا، احنا محتاجين بس نركز على الأولويات بتاعة حياتنا دلوقتي. فالحل دلوقتي انك تختار شغف واحد بس للمرحلة اللي انت فيها دي، وتقولي الباقي بس كده انا مش ناسيكم. بس بعدين انا جاي لكم نعمل كده جلسة كده بالورقة والقلم الحلوين. انا دايما بحب اقول لكم اي حاجة بجد، ورقة وقلم واتكلم مع نفسك. جلسة تفاوض كده، انا دلوقتي هشتغل في حاجة مش لازم حاجة واحدة، ممكن واحد اتنين همسكهم بس دلوقتي هخلصهم، وبعدين هجي للحاجات اللي بعدين ديت اللي انا عايزة اجربها، ممكن اكون بجربها. وعايزين برضو نفهم حاجة اللي انا برضو ما كنتش فاهماها، ان مش كل حاجة احنا بنحبها وعندنا شغف فيها لازم نكون بنشتغلها. في هوايات، في كده اوقات عايزين نفصل، فهنفصل بالحاجة اللي احنا بنحبها، اللي مش لازم ابدا نكون شاطرين فيها 100% ولا 50%. حتى عادي عندنا هواية، وقت الراحة بتاعنا. فاحنا مش لازم كل حاجة نكون احنا بنحبها وعندنا شغف فيها نكون شغالين فيها، لا، ممكن تكون هواية. وده الأحلى كتير جدا، لأن أساسا لما الهواية نفسها لما بتحول لشغل وضغط، بتفقد شوية من مش من حبك ليها بقى، بيبقى فيها ضغط ومسؤولية أكبر بكتير، فبتفقد حماس الهواية ده. يعني أكيد اللي جرب يبقى عنده هواية يحولها لشغل فاهم قصدي. طيب احنا قلنا عايزين نركز، نعمل كده تركيز محلي ونركز على مهمة للمرحلة اللي احنا فيها دي. تمام. ازاي بقى اصلا اختار الشغف اللي انا اركز عليه في المرحله دي، او الحاجه اللي انا اركز فيها فيها في المرحله ديت؟ محتاجين نفرق ونعمل كده فرق ما بين الاهم، ثم المهم، ثم الاقل اهميه. هم كلهم مهمين اهو بالنسبه لنا، بس في اولويه، في اهم حاجه، في حاجه هلاقيها هتفرق معايا في الفتره الحاليه دي. ازاي احددها بالظبط بقى؟ اول حاجه هنكتب كل كده لستة كده عشان نهدي عقلنا، لستة كده بكل الاهتمامات اللي احنا مهتمين بيها. انا بحب اعمل كذا وكذا 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 وكذا. طيب انا بحب اعمل كل الحاجات دي كلها،
وكتبتهم كلهم. جنب كل واحدة بقى اكتب ليه انا عايز اعمل ده، او ليه انا عايز ادخل المجال واتعلم فيه. كل ما كانت الواي بتاعتي والليه ديت قوية، كل ما كان الدافع اللي انا يعني نسبة نجاحي او تكملتي في الحاجة ديت اقرب لل100%. ليه؟ لان انا عندي الدافع قوي. كل ما كان الدافع قوي كل ما وصولي كان يعني اقرب للاكيد يعني. طبعا كل عشان كل حاجه بعلم ربنا، ولكن اقصد ان انا قادر اكمل فيها لحد ما اوصل، مش هقف في النص. ده اللي اقصده، ان احنا نكون عندنا الليه هي القويه، لان الليه هي اللي هتخلينا نتحمل المسؤوليه. عشان عايزين نوصل لمرحله، بجد دي مرحله اللي تفرق في حياتك جدا، نوصل لمرحله اللي بيحركنا هو ايه؟ المسؤولية مش الشغف. الشغف ما بياكلش عيش، بس هو حلو كده في الأول، وبجد بحب المجال ده قوي بقى، مش عارفة ايه وكده وكده. اللي هيخليك بقى تستحمل ضغط المعرفة، اللي احنا بنوصل في مرحلة ضغط معرفة في الحاجة دي صعبة، الحاجة دي مثلا واجهت فيها صعوبة، فهكمل ولا مش هكمل. هنا اللي بيخلينا نكمل هي ايه؟ الليه بتاعتنا. فحددت كل حاجة أنا عندي لها شغف وعندي لها اهتمام، وبجنبها بكتب ليه انا مهتم بالحاجه دي. ليه؟ تاكدوا بجد من ليه من ليه من ليه. وده مش هتلاقوه في يوم ولا اتنين وتلاته، ممكن تاخدوا وقت شويه، كل يوم اسالوا نفسكم ليه. كل يوم كده تعملوا الجلسه مع نفسكم. يعني الجلسه دي بجد مهمه مهمه مهمه. مهما في ناس ممكن تستتفه الحاجه دي او هتحسها ان هي لا، بس الجلسة مع نفسك كل يوم شوية كده، وتقعد تكتب اهتماماتك وتتكلم معاها، وليه انت عايز تعمل كذا، وليه انت عندك شغف في حتة كذا. طيب ازاي بقى انا عندي شغف لدي وعندي اللي بتاعتي قوية، ازاي هوصل لها؟ وابدأ بقى في رحلة وصولي للهدف اللي انا حطيته ده، واجبر نفسي ان اخد القرار بتحمل مسؤوليته واكمل فيه. فيحركني المسؤولية مش الشغف. المسؤولية مش الشغف. واقول لنفسي زي ما قلت لكم، ان مش كل حاجة انا بحبها وبعرف اعملها لازم اكون شغال فيها، لا، مش لازم. هواية، هواية جانبية، مهارة عندي. اتعلموا مهارات كتير جدا، دي اكتر حاجة ممكن بجد يعني أبقى بقولها لنفسي دايما وبشجع نفسي ليها دايما. انت حتى مهما اتعلمت ومهما عرفت ومهما هتفضل دايما برضو انت جاهل بحاجات كتير جدا جدا. فاحنا اساسا ده دورنا ان احنا نتعلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان احنا نعرف حاجة واحدة عن كل حاجة، ونعرف كل حاجة عن حاجة واحدة. ركزوا في الحتة دي. احنا في مجال احنا بصوا نكون دارسينه، احنا طب فيه شاطرين فيه جدا جدا جدا، وده المطلوب. ده المطلوب، ان يكون في مجال احنا شاطرين فيه جدا جدا. بس انا بقى بعرف اعمل كذا برضه، وبعرف اعمل كذا وبعرف اعمل كذا وبعرف اعمل كذا، وعارف في المجال كذا وعارف في المجال كذا وعارف في المجال كذا. بس في مجال بس انا شاطر فيه. بحيث في كتاب، مش كتاب، في بودكاست، فيديو، مش فاكره كان ايه، سمعته من فتره، هدور عليه واحطه لكم تحت في الديسكريبشن. عن برضو كان بيتكلم عن برضو عن تعدد الشغف. فادى مثال عن واحد اتخرج مثلا من الكليه وعارف هو عايز يشتغل في ايه، واشتغل وكمل فيه بقية حياته. وشخص طلع متشتت مش عارف هو عايز يعمل ايه ويشتغل في ايه، بس بيحب، وجرب كذا وجرب كذا وجرب، وعمال يدخل في مجال ويطلع في مجال ويدخل في مجال ويطلع في مجال، لحد ما في الاخر وصل لحاجه نتاج كده عن كل الحاجات دي خاصه بيه. وهي حاجة ميزته بقى، مميز في الحاجات دي كلها، هو جمعهم كلهم مع بعضهم. فدي مهمتنا، ان احنا نجمع كل ده مع بعضه. فكل التجارب دي كلها نتجت منه شخص مميز، نتج حاجة مختلفة عنه وبقى مختلف، بقى مطلوب اكتر. يعني الفكرة في ان احنا بجد مش مضطرين نفضل حاجة طول حياتنا، وان احنا نجرب ونقوم ونجرب ونروح ونجي رايحين جايين على مجال كده في الوقت الحالي انت فيه. خلاص مش مشكلة، ده حلو جدا جدا. اسعى بقى ان انت تلاقي الحاجة الخاصة المميزة بيك، الحاجة اللي تدمج بيها الحاجات اللي انت بتعرفها دي كلها. اصلا احنا العصر اللي احنا فيه دلوقتي بيشجع ان انت تكون بتعرف تعمل كذا حاجة مع بعض، ما تكونش متخصص في حاجة واحدة بس يكون في تخصص انت شاطر فيه. زي ما قلت لك اهو، دورنا دلوقتي هنا ان احنا نعرف ايه الحاجة اللي احنا عايزين بجد نكون فيها متميزين قوي، وده مش هيجي غير لما اصلا تجرب.
فأنت التجارب اللي أنت بتاخدها ديّة بتعرّفك على نَفْسك. فإحنا بس أكتر حاجة بتكون بجد معصّبانا هي هنا بجد ما بيبطّلش، بيفضل يفكّر كتير. بنكون في حاجة ونطلع وإحنا شغّالين فيها ييجي لنا فكرة تانية في مجال تاني فنبطّل، فنروح ونعمل. عارفين كنت باعمل إيه في الأوقات اللي زي كده؟ بالورقة والقلم في النوت بتاعتي، واروح كاتبة ومكلمة مع نفسي، آية إحنا بدأنا في كذا كذا عشان عايزين نوصل لكذا كذا، أقول لها استني بس معايا هنخلّص بس الفترة دي نخلّصها وهاعمل لِك اللي أنتِ عايزاه بعدين، بس واخلّص واعمل لها اللي هي عايزاه بعدين. وكل ما كان ييجي في بالي فكرة تانية أسأل نفسي وأقول لها ليه أنتِ عايزة تعملي الحاجة ديّة؟ طب إيه الأولوية بالنسبة لنا دلوقتي؟ وهل الحاجة دي تستحق إن إحنا نسيب الحاجة دي ونرجع للحاجة دي؟ طب إحنا خدنا مسؤولية في الحاجة دي فلازمًا نكمّلها. أنا بدأت في حاجة والليه بتاعتي مش قوية ومش عايز ما عنديش الدافع القوي وعايزة أجرّب في حاجة تانية، مش مشكلة إن أنت تروح تجرّب في حاجة تانية، بعدين أنت ما عندكش السبب إنك تكمّل فيها أصلًا، بس ممكن تلاقي سبب في حتّة تانية. أو ممكن تفضل مكمّل في حاجة لحد ما تلاقي حاجة تانية، في مثلًا ناس بتخرّج بتشتغل في حاجة هي أصلًا ما عندهاش شغف فيها، بس عشان عندها هدف معيّن، عايزة مثلًا تكون عندها دخل معيّن، يدخل لها دخل فتجيب منّه فلوس، فتحوّش عشان مثلًا تشتري لابتوب، فاللابتوب ده تشتغل بيه الشغلانة المعيّنة، فده عادي مش لازمًا يكون عنده شغف في الحاجة اللي اشتغل فيها عشان يشتغل في الحاجة اللي عنده شغف فيها، مش شرط تفضل حياتك كلّها أنت بتدوّر على الحاجة اللي أنت تستقر فيها. إحنا حياتنا مراحل، ممكن مرحلة من حياتنا نمسك فيها دور إحنا عايزين نشتغله في المرحلة دي بس هيخلص وهننتقل للمرحلة اللي بعد كده، وكل مرحلة نكون بنعمل فيها حاجة مختلفة، بعدين في مرحلة وصلنا فيها لمنطقة معينة وهكذا. مش لازم بجد والله العظيم أنا مثلًا شغالة دلوقتي في حاجة ومعاها شغالة في حاجة تانية ومعاها شغالة في حاجة تانية، بس في حاجة في ال3 دُولة مهمة جدًا، دي الأولوية بتاعتي في المرحلة دي، فدي اللي باجي على حساب الحاجات التانية عشانها هي. ديّة الأولوية بالنسبة لوقتي، حتى لو أنا ما عادش عندي الشغف بتاع البداية بتاعتها، لإن أنا كنت بادئة بحماس أصلًا بالنسبة لي دلوقتي ضغط كبير جدًا عليَّ، بس أنا لازم أكمّل فيه ليه؟ لإن أنا عندي مسؤولية أنا فيها لازم أخلّصها ولازم أعملها ولازم أكمّل عشان أنا بقى عندي المسؤولية فيها، وعندي الدافع القوي إن أنا أكمّل فيها، حتى الدافع القوي أكتر من الدافعين اللي أنا أصلًا في الحاجات التانية، وكلّهم باحبهم. فإحنا بس محتاجين ندّي تركيز على حاجة واحدة أوي، نشتغل فيها أوي ونجيب فيها آخرنا، وجنبها بنقرأ، بنتعلّم، بناخد كورسات، حتى مش لازم تكون في مجالي وغير مجالي، عادي باقرأ كل الكتب، ويبقى عندي موسوعية ويبقى عندي فكر ويبقى عندي أفكار ويبقى عندي ده كلّه صح، ده كلّه صح جدًا، ما تجبرش نَفْسك إن أنت ت تقرأ في مجال واحد، تشتغل في مجال واحد، غلط، غلط تمامًا أنت تجبر نَفْسك بجد إنك تشتغل تبقى في مجال واحد لأ، اشتغل مش اشتغل بقى، اتعلّم في مجالات كتير جدًا زي ما أنت عايز، بس الأول بنحدد أولوياتنا، والحاجات اللي إحنا بنتعلّمها وبنجرّبها وبنعملها ما تبقاش على حساب أولوياتنا، لأ، لأ إحنا نيجي على حساب الحاجات التانية دلوقتي عشان إحنا عندنا أولويات دلوقتي، فمهمتنا بقى في الفيديو ده كلّه إن أنا عايزاكم ورقة وقلم وتكتبوا كل الحاجات اللي أنتم عندكم شغف فيها، عندي شغف في 1 و2 و3 و4 و5 ومش عارفة إيه وكده، وجنب كل واحدة أنا عندي شغف فيها هاكتب ليه why ليه أنا عايز أشتغل أو أتعلم أو أجرّب الحاجة دي، يعني أكتبهم كلّهم تحت بعض، وأشوف إيه أكتر واحدة بجد هتفرق في حياتي وهتنقلني للمرحلة الجاية أسرع وأبدأ فيها، هابدأ فيها أخلّصها وأنتقل للي بعدها، بس. الموضوع كله محتاج إدارة ومسؤولية وتدوّر على المسؤولية اللي تحرّكك مش الشغف اللي يحرّكك. الشغف مهم؟ آه مهم، بس إيه الأهم؟ المسؤولية اللي أنت هتاخدها. ادّي لنفسك مسؤولية، تحمّل مسؤولية نفسك وقراراتك اللي بتاخدها. ما ينفعش تكون عايش بتبدأ في حاجة وتنهيها وتبدأ وحاسس إن العمر عمال يعدّي وأنت مش عارف تمسك حاجة، لأ، امسك حاجة، ما حدش حواليك هيقدر يقول لك أنت تمسك إيه أو تعمل إيه، لأ، أنت اللي بتحدد أنت عايز تعمل إيه، ليه أنت عايز تعملها، وإزاي هتعملها، فتحمّل المسؤولية وشيل المسؤولية، شيل مسؤولية نفسك، قراراتك، دماغك، الحاجة بتتعلمها، الحاجة اللي بتدخل هنا كمان، ويحيط نفسك بالمحيط ال
اللي انت تحب تكون فيه، وتفرجوا على حلقة لو متفرجتش عليها كنت عاملاها الفيديو كنت عاملاه بتاع الهباء، لا ينتج الا هباء، حلو جدا. واتكلمت فيها على حتة المحيط ده ازاي تعمله. بس مهمتنا ناخد قرار، قرار بتحمل المسؤولية اللي احنا عايزين ناخدها. اللي حركنا المسؤولية مش الشغف. تمام. بس دوروا على ليه، ورقة وقلم، وجلسة كده مع نفسكوا كده كل يوم. الليه ده تاخد منكم وقت مش مشكلة، بس لازم تلاقوها. فاكرين لما كنت بقول لكم على ان احنا لازم يكون عندنا رسالة حياة، الرسالة اللي احنا عايشين عشانها ندور عليها، ومحدش يقدر يجاوبك عليها، ومحدش يقدر يدور لك عليها من غير انت. لازم تدور عليها، وانت لازم تكون بتجرب وتدور وتحاول وتوصل. في الاخر مهمتنا ان احنا نتحمل المسؤولية، يكون عندنا مسؤولية. الكلام ده للبنات او الشباب، الشباب او البنات. لازم ندور على المسؤولية اللي احنا نتحملها. ما ينفعش نكون داخلين طالعين على الشغف كده وموهومين بفكرة الشغف ومش عارفة ايه، ولازم اكون شغاف في الحاجة اللي بحبها. لا، لا، مش لازم نكون شغال في حاجة بنحبها. عندنا مسؤوليات بنعمل بخلص، عندنا مسؤوليات حاجات، عندنا تحمل مسؤولية لحاجات في حياتنا. ومش لازم كل حاجة أنا بحبها أكون شغال فيها. فاهمين؟ عايزين بس نخرج شوية من بجد من وهم ساعات عايزين كل حاجة في حياتنا نكون احنا بنحبها وبنحب نعملها ومش عارفة ايه. لا، احنا ممكن بجد نجبر نفسنا نشتغل ونعمل حاجات احنا عادي ما عندناش شغف فيها، عشان نوصل في الآخر وعارفين ان ربنا هيكرمنا بدل الإنسان بيسعى فهيوصل. اللي يحركنا هي تحمل المسؤولية مش الشغف. فقولوا اعملوا بجد البتاع اللي قلت لكم عليها ديت، هتساعدكم كتير جدا جدا جدا. وكل يوم يبقى عندكم حوار مع نفسكم، كل ما تحسوا ان انتم هتسيبوا حاجة وتروحوا لحاجة تانية، ورقة وقلم واكتبوا واتكلموا مع نفسكم. انا ليه بدأت في الحاجة دي؟ وهل الحاجة دي تستحق ان انا اسيبها واروح للحاجة التانية؟ طب هل ينفع نستنى شوية بس نخلص الحاجة اللي احنا بنعملها دي ونتعلمها ونخلصها وبعد كده ننتقل للحاجة التانية؟ وما تجبروش نفسكم ان انتوا تفضلوا تتعلموا في حاجة واحدة. عادي اتعلموا حاجات كتير، وبس نكون مركزين على حاجة واحدة شغالين فيها ومدين لها كل طاقتنا. بعد كده خلصنا وعندنا وقت نتعلم ونجرب ونقرأ ونعمل. ده طبعا حاجة. تاخد دايما الرسول قال في حاجة واحدة بس نكون شاطرين فيها جدا جدا جدا، عارفين كل حاجة عنها، كل حاجة عن حاجة واحدة، وحاجة واحدة عن كل حاجة. ده أساسا يعني دي حاجة في ديننا. تمام. بس اتمنى بجد الفيديو ده تكونوا استفدتوا منه. اتمنى مش عارفه اتكلم بسرعه عليه. اتمنى بجد الفيديو ده تكونوا استفدتوا منه وساعدكم كده. يا رب اتمنى ذلك. بس كده. برضو شاركوني في التعليقات ارائكم في الحوار ده وقولوا لي اخباركم ايه بجد. الوضع ده مش مخليني اصلا كده فاهمين. مش عارفه الوحش بيعدي والحلو برضو بيعدي. فحاجة حلوة ان احنا عارفين ان الوحش فترته هتعدي، بس احنا نصبر عشان عشان ربنا يجازينا على الصبر بتاعنا. والحلو نتمسك فيه قد ما نقدر عشان هو مش عارفين هيتكرر تاني امتى، ودي حاجة تزعل قوي. اشوفكم في الفيديو الجاي. باي.